أنا رفيقة باروين من مدينة حلب مكون العربي. الدافع اللي دفع شخصيتي إنه أقوي شخصيتي هو انضمامي لصفوف وحدات المرأة، وبكل قوتي وفكري وإرادتي الحرة أصبحت مقاتلة بوحدات حماية المرأة منشان أقدر أعبر عن آرائي واللي بداخلي، وأكون امرأة قوية وأقدر أقوي شخصيتي من خلال التداريب اللي أخذتها منشان أقدم نفسي وأطور من نفسي أكثر وأكثر منشان أقدر أحرر المرأة وأبني هذا الشيء بين الوحدات حماية المرأة، إنه الشيء اللي أخذته التداريب أطبقه كمان وأكون قادرة إنه أقدر أدافع عن حالي وعن المرأة كمان. والاكتسابات اللي اكتسبتها هي التدريب الاندولوجي اللي أخذته، قدرت من خلال قوتي وشجاعتي صار عندي إرادة حرة وإرادة فكرية وإرادة جسدية، بقدر أحارب العدو اللي بده يخرب بالطريق اللي النضال وبناء الثورة اللي أنا بدي أمشي عليه. ما أسمح لهذا الشيء، كوني مرأة واجب علي أدافع عن أرضي ووطني وشعبي وعن المرأة كمان، أحرر جميع المرأة من العادات والتقاليد والعبودات اللي هلا هي موجودة عليها والضغوطات اللي عم تأثر عليها والنزاعات اللي بدها تصير هي من خلال العدو اللي بده يخرب أرضي ووطني وشعبي. قائد عطانا الحرية منشان نفهمها كتير منيح، مشان نعبر عن آرائنا، نخلي العادات والتقاليد تبعات العشائر اللي عم بتصير علينا ما نخلي هذا الشيء يأثر علينا. دائما يكون فكرنا عند كتب القائد، دائما ناخذ تداريب، لانه نحن بهي الاكاديميه اكاديميه الشهيده روجدا من بتجينا لحتى نتعلم، نعرف شو هو تاريخنا، نعرف شو هو ذاتنا، نطور من نفسنا، نتقدم اكثر واكثر. بعطي رسالتي لجميع المرأة بالمجتمع انه لازم ما تضل على العادات والتقاليد اللي هي اخذتها اساس لها، لانه هذا رح يقضي عليها بالمستقبل. اما خلي تتابع فكر القائد وتقرا كتب القائد. وحدات المراه هي نحن، يعني مشان نعبر عن حالنا، ما نضل انه خايفين، ما يكون عنا اي تاثر او ضغط علينا بالمجتمع. لهيك أنا انضميت مشان أحرر حالي وفكري وأحرر المرأة كمان. يعني بتمنى النصر لجميع الرفقات اللي على الجبهة والرفاق، ويكونوا كمان إيد وحدة ومناضلين، نقدر نحمي شعبنا وما نخلي العدو يقرب على أراضينا.